السلام عليكم. تصريح خطير من كريستيانو رونالدو بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي وإقصائه من كأس العالم. تصريح يصدم الملايين. اسمع ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا أفواهكم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي في دور الثمانية لكأس العالم، يحقق المنتخب الوطني إنجازا جديدا لم يسبق لأي منتخب إفريقي وعربي الوصول إليه، حيث أنهم وصلوا إلى المربع الذهبي لكأس العالم. فقد صرح الدولي كريستيانو رونالدو وأدلى بتصريحات للإعلام وقال: هذا اليوم من أحزن الأيام التي عشتها في حياتي، لأن هذه البطولة كانت آخر بطولة سأشارك فيها في كأس العالم. للأسف الشديد تم إقصاؤنا على يد المنتخب المغربي، ولم أتوقع الإقصاء أمامه في هذه البطولة، والذي كان لاعبوه كمقاتلون ومحاربون في أرض الميدان، واستحقوا هذا الفوز عن جدارة واستحقاق. ولكن ما أحزنني هو مدرب المنتخب البرتغالي الذي أبعدني عن التشكيلة الأساسية لهذه المباراة الحاسمة. فأنا لو شاركت في هذه المباراة من أولها لأحرزت أكثر من هدف فيها، ولكن هذا هو حظ المنتخب المغربي الذي أصبح عقدة المنتخبات الأوروبية، فهو فاز على المنتخب البلجيكي وأقصى المنتخب الإسباني، وأيضا تم إقصاء البرتغال وتعادل مع وصيف العالم كرواتيا التي فازت على البرازيل. لذلك أعتقد أن المنتخب المغربي هو الحصان الأسود في هذا المونديال حتى الآن، وأعتقد أن هذا المنتخب سيصل بعيدا، ومن المحتمل أن يفوز على فرنسا في الدور القادم. وأعجبني اللاعب سفيان الذي أعتبره من أفضل اللاعبين في هذه البطولة. هذا ما قاله كريستيانو. وفي النهاية أدعو مع المنتخب الوطني: اللهم انصرهم واحمهم من الإصابات، واجعل مرماهم سدا منيعا لكل كرات المنتخب الفرنسي. وشكرا على المتابعة.